يا صباح الفل والياسمين على احلى متابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا بقالي كتير جدا ما نزلت لكمش فيديوهات، حبيت اعمل لكم الفيديو ده بس كده اللي هو ايه، كنت بعزل من مكان لمكان. فقلت بقى ايه اعمل لكم الفيديو دوت كده وانا بظبط الدنيا، لان كان شويه حاجات لسه ما اتظبطتش في البيت الجديد. انا قلت لعمر بقى ينظف يعني ويكنس بره. فخرجت لقيته ايه نسي الحته دي، قلت له خلاص انا هعملها انا وهرش بقى بالمره عشان الجو حر اليومين دول، انتوا ربنا يعني يعافينا من الحر اللي احنا فيه ده. وقلت بالمره بقى ايه اشارككم يومي يعني عامل ازاي. انا كده خلصت وهرش بقى كل ده وهرش الشجر كمان، وهظبط الدنيا من الحر اللي احنا فيه ده. بحب دايما كل يوم الصبح اكنس وارش ميه زي ما انتوا شايفين كده، لو انا ما رشيتش عمر يرش، المهم يجيلنا شويه طراوه شويه. الجو عندكم عامل ايه؟ طبعا مصر كلها حر جدا اليومين دول، شهر 7 ده ربنا يعافينا يعني ويعديه على خير. 7 و8 يعني 7 و8 دول بيبقوا اشد الصيف يعني. دي مية طرمبة يا جماعة، مش مية حلوة يعني، مش مية من النيل، دي مية من تحت الأرض. أنا عندي هنا حبة عيش ناشف، قلت أنشفهم كده على الفرن عشان الطيور اللي عندي، واخد بقى بواقي الأكلة هنزلهم للطيور بالمرة واخلص ايه عندهم، ابقى خلصت كمان عند الطيور. بصوا بقى ده الزرع اللي عمر زرعه، أنا وعمر زرعناه يعني. ده شبت وكزبره وبقدونس، دي خضره محشي عشان اليومين دول الجو حر جدا، خضره غاليه جدا فانا حبيت ازرعها. ودي ملوخيه، وده جرجير، ودي شجره ليمون. بصوا ده جرجير، واللي ورا دي شجره ليمون، بس انا حبيت اشيل الحشيشه اللي من الجرجير زي ما انتم شايفين كده. في حشيشه اهي انا هشيلها، وقلت لعمر كمان يشيلها علشان الزرع يكبر كده ويبقى حلو. دي شجره ليمون، ودي شجره جوافه، ودي برضو شويه حشيشه اهي. بصوا دي ملوخيه، ملوخية بتطلع. ده شبت، وبرده جواه حشيشة اهو. انا هشيل بقى كل الحشيشة ديت واخدها للطيور بالمرة. اي حاجة خضرة الطيور بتحب تاكلها يعني. برضو قلت لعمر يعني ايه ينضف ورايا تاني يعني، بحيث ان الزرع يتنفس كده وياخد براحه يعني، لان الحشيشة ديت بتعجزه شوية. ودي برضو شجرة جوافة، ودي شجرة جوافة اهي. انا لسه هنزل للطيور قلت اتهوى شوية. احط لهم بقى بواقي الاكل في الطبق هنا. عامله لهم بيا بقى عشان الجو حر، ما نسهاش يا جماعه على طيورنا في الحر ده. غيروا لهم الميه اول باول يعني. قلت لمريم هاتيلي بقى الخرطوم عشان يا بنت الجو حر عليهم يعني، احنا حاطينه الصبح وبرده ايه عايزين تاني، فالجو حر عليهم. قلت لها لا بلاش جردل، انا كده كده هسقي الزرع، هسقي الشجر اللي جوه ده. فافتحي لي بقى الخرطوم عشان ايه احط لهم ميه ساقعه من اللي هي بتاعه الترمبه دي عشان الجو الحر اللي احنا فيه ده. قلت لها بقى سلكي الخرطوم كده، يلا نفتح لهم بقى ميه. الميه بتاعه الترومبه دي ميه ساقعه، ما بتبقاش ميه سخنه، بتبقى جايه من تحت الارض سبحان الله بس ساقعه. انا كده كده هسقي الزرع هنا، وهسقي الزرع هسقي الشجره دي والشجره التانية. عامله لهم بقى ديت لحد مثلا قبل الاخر بشويه كده، بحيث ان هي ترد روحهم شويه في الحر ده يعني، ربنا يرحمنا يعني. الطيور طول النهار في الحر ما بتاكلش، بتشرب على قد ما تقدر لكن ما بتاكلش. عشان كده بالليل بنأكل بقى، احنا بالليل بيخرجوا ياكلوا. بصوا بقى انا هشيل بقى دي القعده اللي احنا بنقعدها يعني، ده المكان المفضل ليا، بحب اقعد هنا كده في الطراوه بالليل والصبح، بشغل المروحه وبظبط الدنيا. فانا هشيل بقى كل دوت، وهبتدي بقى ايه اشيل الحصيره واكنس مكانها واظبط بحيث ان هي تبقى ايه القعده رايقه كده. مبحبش اقعد في حته كاتمه او مثلا ضلمه، لا بحب ابقى قاعده كده في الطبيعه يعني. انا دايما بحب اقعد في الطبيعه. يعني بصوا انا اصلا بقالي فتره والله مكسله افتح الكاميرا، ماليه نفسي افتح الكاميرا لاي حاجه. الولاد يقولوا لي يا امي يعني احنا كده انت مش شغاله ولا بتنزلي فيديوهات ولا اي حاجه؟
وقلت لهم ماليش نفس، يعني انا ماليش نفس رغم من الفتره اللي فاتت كان في شغل كتير وكان في فيديوهات كتير. يعني لو انا صورتها كانت عملت فيديوهات كتير، عملنا فطير وعملنا قرص وعملنا اكلات كتيرة جدا جدا جدا، يعني كانت المفروض تتصور. بس انا ما كانش في نفس خالص وما كانش في وقت حتى ان احنا نفتح كاميرا. يعني سبحان الله، هي جات لنا سدة نفس كده مرة واحدة يعني. ربنا يشيل عننا يا رب العين والحسد اللي احنا فيه دوت ونرجع نشتغل تاني بنشاطنا. ويعني ربنا يعلم انا شغالة دلوقتي ازاي، يعني عارفين اللي هي متكية على نفسها وحاسة ان الموضوع تقيل قوي. يعني سدت نفسي يعني. الحمد لله يا رب على على كل حال يعني. انا كل يوم الصبح انا او مريم بنكنس الجزئية دي كده، ونبتدي بقى نلم كل حبة على جنب كده علشان نرش دي كمان ونفرشها الحصيرة. نفرش الحصيرة ونقعد نعدل يعني المكان بتاعنا اللي نقعد عليه. لان الجزئية ديت انا عاملاها باسمنت، يعني ابو عمر عملها لي باسمنت كده بحيث ان هي تبقى الارض سطحية، سطح واحد مستوية، يعني بحيث ان احنا ايه، مثلا حطينا فطار، حطينا صينية غدا، حطينا مثلا شاي، عملنا اي حاجة يبقى الارض ايه متساوية، عدلة يعني. هنلا اظبط الدنيا كده ونلم اول باول كده، لو في اي حاجة نلمها على جنب، وبعدين عشان هو تراب بتلمي على جنب كده، وبعدين تجيبي شنطة او كيسة وتبتدي بقى تلمي ايه اللي انت كومتيه كوام ديت، تلميها على جنب في قلب الشنطة يعني. عمر عمال يقول لي بالراحة عشان المكنة، عشان لسه غاسل المكنة، هيقول لي بالراحة عشان التراب، عشان ما توسخليش المكنة. قلت له ماشي يا حبيبي ما تقلقش، والله انا شغالة بالراحة. بس بقى ابتدي بقى احط الشلت كده عشان نسند ظهرنا عليها، يبقى احنا كده ظبطنا القعدة اللي احنا هنقعد عليها. بس كده زي الفل. حتى لو جالي ضيف بنقعد هنا، يعني احنا ما بنحبش نخش نقعد جوه، بنحب نقعد هنا. هكمل بقى الجزئية التانية ديت عشان ابقى روقت ده وده مع بعض. نشيل بس شكارة الاسمنت دي، ادي كده الحبة دول جمعتهم على جنب اهو عشان يتلموا في شنطة لوحدهم. اظبط بقى كده الطبلية ديت. المكان ده بقى عايزة ابقى اظبط الفرن واطلع الشواية جنبه والشعلة والترابيزة، بحيث ان المكان دوت بعد كده هصور لكم فيه معظم الفيديوهات بتاعتي وعايزة اعمل بقى كده زي ايه، حاجة زي ضلة من فوق كده مثلا، تدار الشمس علينا قوي الصبح علشان الجو بيبقى حر جدا الصبح، بيبقى فيه شمس هنا جامدة، بحيث ان انا لو شغالة ولا حاجة يعني الشمس ما تطلناش يعني، ولا تيجي عليا ولا على الفرن ولا على الاكل ولا على اي حاجة. كده انا خلصت الفيديو.